صباح الخير. اليوم بإذن الله تعالى راح أسوي معاكم وصفة مرة سهلة، وإن شاء الله راح تنبسطوا منها وراح تدعوا لي عليها. أول شيء طبعا إحنا ما نحتاج في الوصفة إلا 4 مكونات: دقيق وزبدة وموية باردة جدا وملح. أول شيء حنحط الزبدة، راح نحط معاها ملح، لا تكثروا ملح، بس يعني تقريبا إذا استخدمتوا زبدة مالحة تقللوا كمية الملح اللي تستخدموها. دائما معروف انه عجينة البف بستري تاخذ وقت شوية وفيها توريق ومن عارفة ايش، يعني امور مرة متعددة، لكن هذه الطريقة مرة حلوة. تمسك الزبدة بالشكل هذا، طبعا الزبدة لازم تكون باردة من الثلاجة. تمسكي كل مكعب زبدة تقطعيها مكعبات صغيرة، كل مكعب زبدة تضغط عليه بالشكل هذا، بحيث انه ما يصير مرة لين ولا يصير متشرب الدقيق تماما. الآن خلاص لميتها. تعرفوا لما يقولوا وصفة في كل بيت، هذه وصفة في كل بيت. ما احتاجنا ماكينة ولا راح نحتاج فرادة ولا عجانة ولا أي شيء. بعد ما لميتوها بالشكل هذا راح أحطها على البورد. طبعا أنا حاطة نايلون على البورد هنا، راح أضغطها وأسويها مربعة بقدر المستطاع، تكون مربعة صحيحة عشان في الفرد تسهل علي عملية الفرد. راح نحتاج فرادة أو نشابة. الآن راح أحطها 6 ساعات تريح في الثلاجة. طبعا أنا نفسي إنكم كلكم تسووها الآن، تقدر كل واحدة منكم تشوف الفيديو تقوم تسويها. اللي حاب يجهز الأشياء حقت الوصفة، أنا راح أستخدم ثايم، اللي هو الزعتر الأخضر. هذا هو راح نستخدمه في الوصفة. وراح نستخدم بصل حبات صغيرة، يعني حاولوا انكم تجيبوا البصلات الصغيرة البيضة، او يعني ما تكون حمراء. وملح وسكر وزبدة بإذن الله تعالى، وتكون عجينتكم جاهزة ونشتغل مع بعض بحول الله تعالى. الآن رجعنا لكم بعد ما بردت العجينة. الأشياء اللي نحتاجها الآن: راح أحتاج دقيق عشان أرش السطح، وفرادة مانعة للالتصاق، والعجينة الباردة. طبعا في فرد العجين في شيء اسمه سنجل فولد، اللي هو نقسم العجينة 3 هذه العجينة شايفين الزبدة كيف واضحة؟ واضح انه في زبدة. طريقة الفرد، حاولوا انكم طول الوقت تحاولوا انكم تفردوا بطريقة مستوية، وترى العجينة مرة باردة، وانتوا بتفردوا حاولوا انه يدكم تكون متوازنة. يعني لما تشوفي في ميول من هنا بهذا الشكل، حاولوا انكم تردوه شوية، تفردوا. طبعا العجينة ما تكون عريضة، على اساس تعطيني طول اكثر، استطيع اني اتحكم في طول العجينة. تقريبا العرض العجينة راح يكون 15 سنتي، في هذه الحدود، يعني من 15 إلى 20 سنتي. هتفردوها خفيف. وبعدين تلفوها
العرض تتحكمي في العرض طول الوقت، وانت بتفردي تتحكمي في العرض العجين. حاولي انك ترتبيها من الاطراف بهذا الشكل. الان صار عندي هذا طول العجينة، شايفينه؟ تخيلي انك توخري كل الدقيق الزايد. تخيلي انك انت الان تبي تقسمي العجينة 3 اقسام بالشكل هذا، وتشيلي كل الدقيق الزايد. هذا اسمه سنجل فولد، يعني ثلث وثلث وثلث، هذا نسميه بالمصطلح العلمي السنجل فولد. الأطراف المايلة عشان تكون عندك عجينة مرتبة حاولي انك تجمعيها بالشكل هذا، تصير عندك أطراف مرتبة. الآن عندي كذا 3 أطراف متساوية، شايفين الطرف هذا خلاص صار مرتب وهذا مرتب. الآن تبرمي العجينة على وجهك وتخلي هذه الجهات المفتوحة فوق وتحت، وتبدأي تضغطي بالفرادة 1 2 3 عشان تثبتي العجينة مضبوط، ما تتحرك الطبقات عن بعض. ونبدأ نفرد من الوسط باتجاه الخارج. العجينة على انها باردة بس تمشي معاكم بسهولة تماما. ليش؟ لانها باردة، لو انها حارة راح تبدأ تلصق في السطح. طبعا حتى الكروسان اللي يعتقد ان الكروسان لازم فرادة، الكروسان مو لازم فرادة، اهم شيء انكم تشتغلوا على العجينة برودتها من البداية صح. إذا كانت العجينة باردة بزيادة راح تلاحظوا إن الأطراف راح تتكسر معاكم. إذا تكسرت الأطراف معناته إنك تترك العجينة برا شوية تدفى. الآن شايفين العجينة من هنا فيها، من عذرا أنتم، من هنا فيها ميول شوية، أحاول إني أدخله وأرتب الأطراف. من هنا مرتب تماما. الآن راح نرجع نعدل هنا، وراح نبدأ نطبق العجينة مرة ثانية 3 أثلاث. تحتاج أطولها شوية بس عشان تكون 3 أثلاث أو السنجل فولد مرتبة تماما. طولوها شوي. إذا حسيت إنه العجينة قصيرة 3 أثلاث ما حتكون مرتبة معاكم، حاولوا إنكم تطولوا العجينة شوية. الآن عندي العجينة مرتبة من جميع الجهات، شايفينها؟ من هنا مرتبة ومن هنا مرتبة ومن هنا مرتبة، من هنا ما هي مرتبة. راح أبردها شوية، دفيت العجينة معايا. راح أكرر هذه العملية اللي هو السنجل فولد، راح أكرره 4 مرات راح أكرره. الآن سويته مرتين، راح أحط العجينة في الثلاجة ترتاح تقريبا ساعة، بعدين أرجع مرة ثانية أسوي نفس الحركة هذه مرتين ثانية. راح أفردها، راح أخليها بالشكل هذا وأفردها بالطول، وبعدين أطبقها، فراح يختفي هذا الخلل اللي هنا. بعد كذا مرة ثانية أفردها طويل وأطبقها وتكون جاهزة للاستخدام بنفس الكيس اللي استخدمناه أول أو بنفس النايلون. راح أرجع أغلفها تغليف محكم. طبعا التغليف المحكم يحافظ على العجين ما ينشف أو أي شيء. ولسه الزبدة لو تلاحظوا الزبدة ما زالت آثارها باينة، وهذا هو المطلوب. ما نحتاج نحط زبدة في الوسط، خلاص الزبدة اللي هي في العجينة تكفينا بدل زبدة التوريق. هذه طريقة البوف بيستري باختصار شديد، وإن شاء الله حنكملها مع بعض. الآن طلعت العجينة مرة ثانية من الثلاجة، تقريبا تركتها ربع ساعة لأن عندي الثلاجة باردة. طيب الآن إذا ما احتجت أنا أرش دقيق ممكن ما أرش، وإذا احتجت راح أرش دقيق مرة ثانية. طبعا أبغى أعطيكم المقاسات بالدقة. الآن هذه المسطرة عرض العجينة 15 سنتي، هذه أقل من 15، فراح أعرضها شوية إلين ما أوصلها 15 تقريبا. هو المشكلة إنه الإنسان لما يبدأ يشتغل بالنظر صعب إنه يقيس أو يستغني عن القياس. ما أقول صعب، يستغني عن القياسات. فأنتوا كأول مرة تحتاجوا تقيسوا، وبعد كذا إن شاء الله تستغنوا عن استخدام المسطرة. طيب الآن راح أرش دقيق شيء بسيط جدا، ما أحاول أكثر دقيق عشان ما أفقد طراوة العجينة، وامسح الدقيق في كل مرة. الآن عندي شايفين هذه الفتحة اللي هنا، هذه الفتحة راح أخليها فوق وأتأكد من العجينة كم 15. طيب يمين ويسار، هذا يمين وهذا يسار، الفتحة هنا
أنا راح أمد بالطول دائما، هذا المسكر يميني ويساري، دائما قاعدة يميني ويساري. لما أطول العجينة كذا راح أطبقها، فحيصير يميني ويساري هنا. ففي كل مرة نبرم العجينة، في كل مرة تبرم العجينة. برمة العجينة هذه هي أساس التوريق. طيب الآن عندي هذه على يميني، شايفينها؟ أو على يساركم، ما في فرق. وتبدأوا تفردوا بتوازن. حاولوا إنه يدك تكون متوازنة. لما نقول يدك متوازنة إيش معناتها؟ معناتها ما تضغطي على العجينة وتنزلي بهذه الطريقة، هذه خطأ. إذا نزلتي كذا حيكون هنا في يعني ما في توازن في سماكة العجين. احنا ننظر لنقطتين في التوازن. لما نقول توازن معناته توازن في السماكة وتوازن في ال الاستقامة. الآن راح أمشي حركة سريعة قبل ما تذوب العجينة علي. في كل مرة اتفقنا العرض 15 والطول الآن نشوف كم يكون معنا الطول. طبعا في نقطة مهمة بقول لكم، هي الآن الدقيق أو العجين صار الفرد أصعب من أول. ليش؟ لأنه بدأ يتكون فيه الجلوتين. كل ما يتكون الجلوتين كل ما تصير انسيابية العجينة أصعب علينا. فالآن أحتاج أنا جهد أكثر شوية في مدة العجينة. إذا حسيت إنه هنا سميك حاول إنها تقلبيها عليك اتجاه عليك عشان تعطيك حرية. لاحظت ما شاء الله العجينة كيف تمشي. تحتاج طبعا انتم يمكن شايفيني كذا، بس هي تحتاج شوية جهد الآن، ما هو زي الجهد الأول. الآن طول العجينة اتفقنا إنه العرض 15، طول العجينة تقريبا 60 سنتي، 50 سنتي عذرا. شايفين مسطرتي 50 سنتي طول المسطرة بالضبط. إذا تبغى تاخذي مسطرة مثلا 30 سنتي التقليدية، حاولي تمدي أكثر من مسطرة، يعني مسطرة وربع تقريبا، مسطرة 20، مسطرة 10. ماشي. طيب الآن شايفين العجينة خلاص. الآن راح أسويها سنجل فولد مرة ثانية. قبل شوية كانت الفتحة هنا ترى يا جماعة، شايفينها؟ الآن راح تصير الفتحة هنا. طبعا يمكن تشوفوا إنه فيها شغل كثير، بس إنها هي سهلة، بس لأني أنا قاعدة أشرح بالبطيء. وغير كذا أطيب بكثير من البف بستري الجاهزة، تفرق مرة. الآن إحنا لما سويناها 50 العرض معانا على طول صار تلقائي 15. لما طبقتها العرض 15. إذا الآن أنا ثبتها الطول 50 والعرض بعد التطبيق يكون 15. الآن راح أفردها طويل مرة ثانية. في كل مرة تبدأ تكسر العجينة أكثر أو تطلع الاسترتش حقت العجينة أصعب، لأن الجلوتين تفاعل أكثر. وانت بتفردي